بمناسبة عيد الحب اللي عدى من يومين ده، أثبتت التجربة والحياة إن مفيش زي الراجل المصري في الحب يا جماعة. والله، وبالدليل هحكي لكم. يعني عندك مثلا الدكتور ميم اللي اتجوز سنة 99 وخلف بسم الله ما شاء الله 5 عيال. يقف عند كده؟ أبدا أبدا. راح متجوز تاني وخلف 6 عيال المرة دي. يسكت عند الجوازتين؟ أبدا أبدا برضه. يتجوز التالتة وبعديها الرابعة. واللهم صلي على النبي، فضل 24 سنة محدش يعرف عن الجوازات دي خالص. بس مفيش سر بيستخبى طول الحياة. في واحدة من مراتاته الأولانيين كانت بتنخرب، ما تفهمش كانت بتنخرب ليه. اكتشفت الجوازات دي، راحت الست ما كدبتش خبر، رفعت عليه قضيه واتحكم عليه بالسجن 6 شهور وتعويض مادي كمان. الصراحه هو الدكتور ميم كان ابن حلال ويستاهل اكتر من اللي اتعمل فيه، بس برضه يعتبر ما عملش حاجه جنب اخينا التاني اللي هنحكي عليه. الحدوته التانيه دي بطلها رجل مصري 40 خالط الشيب شعره. المره دي لا، ما اتجوزش مصريه، قرر انه يتجوز روسيه وراح سافر عاش معاها في روسيا. بس حصلت منهم مشاكل من اللي بتحصل في كل البيوت. اخينا لقى ان الموضوع داخل على الطلاق وهتاخد نص ثروته. يا دي النيله، شفتوا من المصريه غلبانه. تفتق ذهن اخينا انه يروح يتفق مع عصابه تقتل مراته. راح داخل على الانترنت وعمل سيرش وفعلا لقى عصابه واتفق معاهم ان هم يقتلوها. وبالفعل العصابه نفذت وبعتت له صور مراته وهي مقتوله. راح بقى علشان يقابل العصابه ويديهم الفلوس بتاعتهم. هوب لقى البوليس كبس عليه. اتاري مفيش عصابه ومراته ما اتقتلتش ولا حاجه، والبوليس هو اللي كان بيتفاوض معاه كل ده وبيجرجر رجل افندينا. وطب افندينا في الخيا، والله اعلم الروس هيعملوا فيه ايه بقى. شوف ابا الحاج بوتين هيطلع كل غله من زيلينسكي فيك انت يا غلبان. عرفتوا بقى ان الراجل المصري مظلوم، اتجوز مصريه مظلوم، اتجوز روسيه مظلوم. هو العيب في السيستم تقريبا.